نتفاهموا على النقاط اللي هي كنجتمعوا فيها ونخليو جانبا النقاط الخلافيه. وفي الاخير كنتقرر جوج ديال النقاط. النقطه الاولى اللي هي الاساسيه هو انه خاص جميع الشروط اليوم لا الذاتيه ولا الموضوعيه متوفره باش فريق الوداد الرياضي العريق ينال النقاط هذا العام. حنا تحتنا جميع الجمعيات باش نقولوا كلمه واحده، هو ان البطوله ان شاء الله هذا العام غتكون وداديه، غتكون حمراء. هو علاش خدنا هذا الشعار هذا اللي درناه اليوم، باش انه كنقولوا حنا مصرين اليوم على انه غنبقاو مورا الفريق السراء والضراء حتى ينال هذه البطوله. هذه البادره اللي كان خدتها جمعيه البيت الاحمر انبثقت عليها واحد اللجنه. هذه اللجنه كتضم عندها واحد كتحترم التمثيليه ديال الجميع. هذه اللجنه قادت مجموعه ديال اللقاءات التواصليه وعقدات مجموعه ديال اللقاءات مع جميع الفعاليات. كان الموضوع ديالها هو انه نتحدوا ونفكوا الخلافات البينيه ما بين الفعاليات، وثانيا نجمعوا صفوف الوداد مع الجمهور ديالو. كنظنوا بانه اليوم كنبغيو نطمئنوا اللاعبين واطر تقنيه ومكتب مسير على انه حنا غنبقاو موراكم. انتم هما جيش الوداد داخل الملعب، وخاص تعرفوا بانه حنا حتى حنا راه جيش الوداد في المدرجات وخارج الملعب، لان الجمعيات اللي حاضره اليوم فهي جمعيات كتقوم بمجموعه اللقاءات، مجموعه الانشطه مجموعه الانشطه اللي هي جمعويه اللي هي انسانيه، زياره المستشفيات، زياره دور الشباب، زياره دار الايتام، باش انه كتبيع المنتوج ديال الوداد باش الناس يعرفوا بان راه الوداد فهو عائله كبيره كتفوق ما هو رياضي، ما هو انساني، ما هو اجتماعي. كنظنوا اليوم باش نختم بانه اليوم رابع فبراير بغينا باش هذا اليوم يكون مفصلي ما بين الامس والمستقبل، لان بغينا من اليوم تبنى ملحمه ديال الوداد، ملحمه الالقاب، ملحمه البطولات والكؤوس، وحنا دائما معكم، واطمئنوا راه حنا دائما معكم وغادي نبقاو معكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حضور جميع الحضور الكريم اللي شرفنا في هذا الحفل. كنرحب بجميع اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي فريق كره القدم. نرحبوا بمدرب فريق الوداد السي محمد عبد الرحيم طارق، السي حسن البيجا، جميع اعضاء الطاقم الاداري والتقني والطبي، وكذلك جميع اعضاء المكتب المسير. انا سي السيد الرئيس عبد الله اكرم، السي عبد الحميد حسني،
سي مشكرون سي حفيظ اكرم. كنرحب جمعيات الولاديه الحاضره هنا، جمعيات العشاق، جمعيات قدماء اللاعبين، وجمعيات بيت الاحمر وجمعيات الولادات بطبيعه الحال. كنبغي نبلغ واحد الرساله اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي. حنا نظمنا هذا الحفل العشاء باش نقدموا لكم دعم مادي، دعم نفسي ومعنوي. هذا والمعنوي، لان الهدف ديالنا ان شاء الله هذا الموسم كما كتشوفوا الشعار ديال العشاء هو شعار جيبوها يا الاولاد جيبوها، وانا كنقول لكم جيبوها يا الرجال جيبوها، لان ثقتنا بكم كبيره وحنا وراءكم حتى نهايه المشوار. وكنتمنى منكم هذا العام بغينا نزيد نفرحوا، بغينا نخرجوا وليداتنا وخوتنا ونخرجوهم يفرحوا ويغوتوا تما فرحة بالبطولة 18 ان شاء الله. وشكرا. اولا باسم الطاقم التقني والطاقم الاداري وجميع اللاعبين كنبغي نشكر الاخوان اللي كانوا وراء هذا الحفل اللي هو في حد ذاته عنده اهداف مسطره و بيان سيبلي tout. دونك حنايا حسينا بالمسؤوليه وكنا حاسين بها، ودابا جا الثقل اخر على الكتاب ديالنا، لان بهذه المبادره ديالكم اللي كانت عندها هدف مسطر الا هو جمع الشمل جميع المكونات الحبيه ديال النادي الرياضي الودادي. فاحنا بالدور ديالنا باسم اللاعبين كما قلت الاخوان الاداريين والتقنيين، حنا هذا عيب على الكتاب ديالنا وهذه امانه، وحنا قبل ما نكون عندنا قناع ديال المدربين والتقنيين فهو عندنا قناع ديال الولاديه. حنا نقسمكم نفس الاهداف، نفس الامل، نفس الحلم، وكنتمنى بالطبع من الله سبحانه وتعالى يساعدنا. اللي بغيت نسطر عليه هو ان اللاعبين كلهم حسوا بالمسؤوليه منذ نهايه الشهر الاول. من بعد واحد التقييم فني عرفنا بان الفريق جاهز بجميع النواحي البدنيه والتقنيه والذهنيه. خدينا 4 اسابيع او 5 اسابيع واحد العمل باش نوجدوا هاد اللاعبين هادو كما قلت من الناحيه البدنيه والتقنيه باش نواجهوا اعصار الشوط الثاني من البطوله. نحب نزيد رغم ما قيل وما اشيع حول الفريق، لكن عارفين ان هناك ناس تريد تشتت امالنا، ولكن فاحنا صامدين لان نحن ولادين قبل ما نكونوا تقنيين. فاحنا الحمد لله موجودين، وكنتمنى المجيء ديالكم اللي هو بالنسبه لي انا عبد ربي هو اللاعب رقم 12 غنكونوا عند حسن الظن ديالكم، واللي ما تحقيق ان شاء الله الدرع هذه السنه هذه اللي غنكون رقم 12 ونشاركوا في الدور في بطوله العالم، ولما لا نفوز بها ولما لا.